السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي في الله، اهلا بيكم في حلقة جديدة من في الكورة مع تيم بس. ما تيجي نتكلم كده، ايه سر صفقة امام عاشور؟ هو امام عاشور ساب الزمالك ليه؟ بالراحة كده. امام عاشور لما مشي من الزمالك، مرتضى منصور كان قاعد معاه بيقول له انا هعمل لك عقد جديد وهديك مبلغ كويس. الراجل رافض ان هو يكمل في الزمالك، او زي ما بيقول ان هو خاين. لما نيجي نحسبها بالعقل كده، يعني لاعب زي امام عاشور بامكانياته الفنية كل حاجة، الزمالك سابه مشي وهو مش عايز الزمالك او مش عايز يقعد في الزمالك. على راي الناس اللي بتطلع على قناه الزمالك يقول لك يا لعيب يا مرتضى يا منصور يا اللي بعت امام عاشور ب 3 مليون دولار وقدرت تستفيد من اللاعب بقدر الامكان. طب يا جماعه، هو امام عاشور الراجل الزملكاوي اللي انا بقول لك، انا راجل اهلاوي بقول لك ان امام عاشور زملكاوي وراح الاهلي، وهو برضه زملكاوي، هيفضل في الاهلي وهيخرج وهو زملكاوي. ايه اللي يخليه يسيب نادي الزمالك في الوقت اللي هو محتاج فيه ده، مع ان العقد بتاع امام عاشور في الزمالك كان هيكون 15 مليون، والعقد اللي راح فيه الاهلي 16 مليون، يعني الفرق مليون جنيه. تمام. تمام. دي نقطه. النقطة التانية إن أنت حالا الناس برضه بتقول لك إحنا هنجيب لعيب، إحنا اللي عملنا إمام عاشور وهنجيب لعيب أحسن منه. طب فين اللعيبة دي؟ أنت ما جبتش لعيبة، يعني أنت كده عندك واقف تسبورت اللشبونة ده مليون ونص، اللي كان لها 400,000 دولار، 1000 يورو، بقى لها مليون ونص. وشوبينج اللي كان عليه 12,000، له 12,000 دولار، بقى له 180,000 دولار. بتكلم على آخر اتنين اللي هم حاليا القيد واقف بسببهم. عارف اللي وصل المبالغ الصغيرة دي للمبالغ الكبيرة دي؟ العنجهية بتاعت المستشار. انا مش هدفع وهجيب وهعمل نقد واعمل مش عارف ايه وبالعكس الحمد لله ربنا كرمهم في كل قضيه بيخشوا فيها، بيبقى مبلغ صغير، ويا اما بيتضاعف يا اما بيبقى الضعف، زي قصه محمد ابراهيم، لا اما بيزيد مرتين ثلاثه زي لشبونه بالظبط. يا جماعه، ده خالد بوطيب لعب 13 دقيقه مع نادي الزمالك له 2.7 مليون يورو او مليون دولار. مش هنتكلم بقى عن جروسو وباتشيكو، وهنتكلم عن فرجاني ساسي والمسلوس اللي هو المليون واتنين من عشرة. يعني كل ده مين اللي هو الكلام ده يا جماعة؟ بيصب في مصلحة مين؟ يعني ايه دلوقتي حالا المستشار مرتضى منصور السابق ورئيس نادي الزمالك المعزول لو مشي حالا من الزمالك، الديون دي هتكون على مين؟ هتكون على مرتضى منصور وهو خارج نادي الزمالك، ولا هتكون على نادي الزمالك ذات نفسه؟ فنفوق شويه يا جماعه. الناس جمهور نادي الزمالك عمال يدافع وخلاص، يدافع في المطلق عشان هو الزملكاوي فانا دافع عنه. الراجل ده بخرب النادي بتاعكم يا جماعه. في المؤتمر الصحفي بتاع يوم الخميس اللي كان عازم معاه شويه الناس اللي هم بيطبلوا له، الا ما رحم ربي، كان في بعض الناس هناك محترمه بتتكلم في عشان مصلحه نادي الزمالك، بس في ناس كتير هناك كان في سكريبت كان متوزع على نادي الزمالك وعلى كام واحد من اللي بياخدوا فلوس عشان يطلعوا يتكلموا على المستشار مرتضى منصور لك ان هو حلو وبيعد وبيعمل وبيسوي. يقول لك يا ابن اللعيبه يا مرتضى منصور يا اللي مشيت امام عاشور بفلوس وجبت. يا جماعه ده ماشي قيمه يعني انا نتكلم بصراحه يا جماعه، امام عاشور قيمه فنيه كبيره جدا. لاعب بسم الله ما شاء الله عليه، لاعب جوكر. انا يعني انا مبسوط ان هو جه النادي الاهلي. يعني لاعب عنده خبرات، لاعب دولي، لاعب عنده جرأة هجومية، عنده ميزة جامدة قوي، بيشوط يا اخوانا. عندنا لاعب بيشوط حلو قوي في مصر بقى في النادي الاهلي. اكيد انا مبسوط. لما تفكروا مع بعض شويه، قبليه اسامه نبيه، وقبليه سيف فاروق جعفر. الناس دي كلها مشيت من الزمالك ليه في الوقت اللي احنا فيه ده؟ اكيد في حاجه غلط جوه الزمالك، سواء المعامله، سواء التعامل معاهم. لما شفنا مرتضى منصور لما طلع قال لك ده فتوح وعبد الله جمعه بيشربوا حشيش ومش ايه يا اخوانا؟ مفيش نادي رئيس نادي بيقول كده. انا عامل لكم حلقه مفصله على الفرق بين ايه الفرق بين محمود الخطيب الكابتن الاسطوري وبين مرتضى منصور. في فرق كبير قوي، في فرق كبير قوي في التعامل يا اخوانا مع الناس، في فرق كبير قوي في التعامل مع اللفات اللي قدامه. احنا بنشوف الزمالك النهارده بتضيع. انا مش عايز ابقى منافس بتاع النادي بيراميدز، لا، انا طول عمري بسمع من وانا ساعه ما شجعت كوره لحد وقتنا هذا، انا بسمع كلمه واحده بس، ان قطبي الكره المصريه الاهلي والزمالك مش عايز حد يزاحمهم تاني. مش عايز ابقى المنافس بتاعي بيراميدز بس. مفيش تاريخ. النادي الاهلي قيمه كبيره قوي يا اخوانا. النادي الاهلي فريق، نادي الزمالك فريق قوي، فريق كبير، فريق فيه طلع منه اساطير وهيطلع منه اساطير، وهيفضل طول عمر نادي الزمالك موجود ومتواجد، وهيفضل من اقوى الفرق الموجوده في افريقيا والوطن العربي. فيا جماعه، الناس اللي بتدافع على مرتضى منصور في المطلق، يا جماعه والله والله الراجل ده
خرب نادي الزمالك. على رأي واحد كان قاعد في المؤتمر الصحفي لسه بيأجرهم يطلعوا يقعدوا يهوهوا ويصوصوا ويقول لك ويرمي علاج على الارض وحاجه يعني قله ادب خالص والله. داخل بزفه بلدي يا اخواني. وانا عمري ما شفت رئيس نادي بيخش في زفه بلدي. انا كنت فاكرها حنه شيماء اللي احنا داخلين فيها واحنا بنتفرج على المؤتمر الصحفي. ايه يا اخوانا؟ ويجيب لك شويه ناس يقول بقى عندي 60 سنه وانا عندي 60 سنه ايه 70 سنه ايه و60 سنه؟ انت بتاخد انت رامي بتاع يجي 50 شريط برشام على الارض. لو خدت كل ساعه حبايه يقعد لك يومين تاخد فيهم. يطلع يقول لك ايه بقى؟ ده كانت خرابه. نادي الزمالك كان خرابه وهو اللي نضفها. لا هي والله هو انا اسف طبعا اللفظ. لو نادي الزمالك انا اسف اللفظ مره ثانيه. لو نادي الزمالك كان خرابه فهو حولها لعزبه. يعني لو نادي الزمالك هتقول ان نادي الزمالك كان خرابه، لا انت حولتها لعزبه. ليك انت والناس اللي بتقعد تهز دماغهم زمان ما زي ما خالد الغندور بيطلع يقول لك انتوا بتهزوا انتوا بتهزوا دماغكم. انتوا بتشتموا بالاب والام وبتقعدوا ساكتين ومحدش بيتكلم. يا جماهير نادي الزمالك والله ان مرتضى منصور لما يمشي ويجي رئيس محترم بيخاف على نادي الزمالك. بيخاف على الجماهير بتاعت نادي الزمالك. احنا شفنا النهارده، شفنا يوم الخميس عند امك وانا شغال عند امك. ايه يا اخوانا في ايه؟ هي الناس دي سايبه الراجل ده يعمل اللي هو بيقوله كده ليه؟ لما حد يجي يتكلم يقول لك انت ما تعرفش انا مين. انت مين يا عم؟ انت مين؟ مجرد مواطن موجود في مصر. انت شغال عند الجمعيه العموميه بتاعت نادي الزمالك. انت المفروض انك في المنصب ده عشان تعمل خدمات للاعضاء اللي موجودين وللخدمات الرياضيه اللي موجوده. يعني ايه المشكله يعني؟ انما دوروا يا جماعه ان ابناء نادي الزمالك بتمشي وتسيب نادي الزمالك ليه؟ اكيد في حاجه غلط جوه النادي. دي هي حته تورته ومعروف مين اللي بياخدها. نشوف بقى كريم ابو الحسين ولا منتصر ولا خندور ولا محمد رجب ولا الفولي ولا مش عارف. تلاقيهم هم الشله اللي بيقعدوا مع بعض يقعدوا يتكلموا عن بيتكلموا في نادي الزمالك عن النادي الاهلي اكتر ما بيتكلموا عن نادي الزمالك اصلا. دي سبوبه وبياكلوا بقى عيش يا اخواني. والله العظيم انا نفسي جماهير نادي الزمالك تفوق وتستوعب ان اللي بيحصل ده في الزمالك ده والله داخليا وليس باي مؤامره خارجيه خالص. هو اللي بيحصل في الزمالك اللي وصل للمرحله دي. انت لو تدور على الناس اللي لها فلوس في نادي الزمالك والله كلها كانت لا اما ربع الرقم، لا اما بالكتير قوي نص الرقم اللي على الزمالك دلوقتي للعيبه دي. والله المستعان. والله انا بتمنى من ربنا ان نادي الزمالك تقوم له قائمه كويسه ويكون نادي الزمالك هو فعلا القطب الثاني للكره المصريه والافريقيه. وبتمنى يا رب ان نادي الزمالك يعني ربنا يكرمه برئيس منتخب بيحب النادي. يا جماعه احنا بنشوف اساطير النادي بتاع الزمالك كلها بره النادي. يعني حازم امام، عبد الواحد السيد الكابتن الكبير. هتقول اصل موجود في نادي الزمالك بس ملوش كلمه، ما بيطلعش ما بنشوفوش يطلع يتكلم في حاجه. هو مجرد اداري او موجود او ماسك الناشئين ما بيعملش اي حاجه. انما اساطير نادي الزمالك اللي بتحب نادي الزمالك مش موجوده في النادي. انهم كلهم اتغلط فيهم. والى هنا تنتهي حلقتنا. وارجو من ربنا ان الحلقه تكون عجبتكم. ولو عجبك الحلقه تعمل لي لايك وتعمل مشاركه للفيديو توصله لكل واحد زملكاوي بيحب نادي الزمالك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.